جزاء ناحيه ياسر، لكن كره تتخلص من دفاع الوحده، تعود الكره مرتده لصالح الوحده، لا وجود لخطا. هنا الخطا. الكره الاولى اشتراك رادوي مع عبد الخالق برناوي، لا يوجد فيه خطا. وهنا رادوي سلامات واصطدام كان غير مقصود، اصطدام غير مقصود. يعني الاصابات الرياضيه يكون فيها بعض الحالات الاسعافيه اللي ممكن تكون في منتصف الملعب. جيرتس يتابع. رادوي عموما يتحرك كما نتابعه. الكثير من اللقطات الرياضيه ممكن يعني تكون الاصابه. هذه عاده مره اخرى، هذه عاده الكره المشتركه. هي اللقطه الاولى، هذا الاصطدام. اصابه في الصدر تبدو على رادوي، لكن ممكن تكون ردة الفعل على نفسه حتى في ارض الملعب. سلامات ميرير رادوي المحترف الروماني في صفوف الهلال، اللاعب المحور اللي ساعات نلاقيه ما شاء الله في الهجوم، ساعات نلاقيه في الدفاع، ومن اهم اللاعبين في التشكيله الهلاليه حقيقه. يعني الصفقه ناجحه وتواجد مهم. هنا الإصابة، ولكنه لم يستطع، يعني هو وكأنه يعني بلع لسانه أو انسدت. ممكن تكون المجاري التنفسية للاعب مع الاصطدام، مع قوة الاصطدام، مع الألم، حصل فيها بعض الانسداد. لكن شوفوا الحمد لله ميرير رادوي يستحق التصفيق ليس فقط من هذا الجمهور الهلالي الهادر الكبير، لكنه يستحق التصفيق ايضا حتى من جمهور الوحده. ميرير رادوي من الاسماء المهمه. شوفوا فعلا عانى من اختراق. شوفوا النظره، شوفوا الفجعه اللي كانت. والله مو بس انت، لكن حتى احنا كاعلاميين لما نشاهد مثل هذه اللقطات، احنا يعني كرة القدم هي تصنف من خلينا نقول باللغة الإنجليزية تقال الانترتينمنت، من الأشياء مش عارف أترجمها صراحة. هي من الأشياء المفرحة، الأشياء المبهجة اللي الواحد لأداء اللاعبين في أرض الملعب. رادوي يعود بالسلامة، وأشدد أنه بالفعل لقطة يعني فجعتنا شوية.